بيبدأ الفيلم مع كارا اللي كانت بايتة عند صاحبتها جاس في بيتها، وبيصحوا هما الاتنين الصبح وبيستعدوا لأن أمبر صاحبتهم عازماهم عندها. وبعدها بتروح كارا عشان تتصل بمامتها ديبرا واللي بتكون في شغلها، وبتقول لها كارا إنها هتروح هي وجاس البحيرة عند أمبر وهيرجعوا متأخر. فبتسألها مامتها لو كان حبيبها راين هيروح معاها، فبتقول لها كارا إنه مشغول لأن عنده تدريب طول اليوم ومش هيقدر يكون موجود. وقبل ما تقفل بتعرفها إنها هتروح لباباها يوم السبت تقضي اليوم معاه وإن جاس هتوصلها لهناك. ولما بتلاقي إن مامتها سكتت بتفتكر انها اتضايقت وبتقول لها انها لو مش عايزاها تروح هتسمع كلام، لكن بتقول لها مامتها ان مفيش مشكله وبتطلب منها تروح وبتقفل معاها. وبتيجي جاس وبتقول لكارا ان هي كمان كلمت مامتها وطلبت منها يسقوا الزرع قبل ما يمشوا. فبتقول لها كارا انها هتخرج تسقيه لحد ما هي تلبس وتجهز، وبتخرج فعلا لوحدها تسقي الزرع. وفجاه بتيجي عربيه سودا وبتقرب من بيت جاس وبتقف قدام كارا، وبينزل منها شخص غريب وبيروح يتكلم مع كارا وبيسالها لو كان باباها ومامتها موجودين، فبتقول له ان ده مش بيتها وانه بيت صاحبتها. فبيسالها لو كان اهل صاحبتها موجودين، ولما بيعرف ان مفيش حد موجود جوه غير صاحبتها بيطلع المسدس اللي معاه وبيهددها بيه عشان تروح معاه وتركب العربيه. وبتكون كارا بتبص له وهي مرعوبه وما بتقدرش تصرخ، وبتنفذ اوامره وهي خايفه وبتركب العربيه وبيخليها تدخل جوه صندوق علشان ما حدش يشوفها. ومن ناحيه تانية بتكون جاس لبست وخرجت من اوضتها وبتروح تدور على كارا وما بتلاقيش ليها اي اثر في البيت، فبتقلق وبتفضل تنادي عليها بصوت عالي. وبتقرر انها تتصل بديبرا مامتها وبتتوقع انها جت خدتها لاي سبب، فبتقول لها ديبرا انها ما جاتش وان كارا لسه مكلماها وقالت لها انهم هيخرجوا. ولما بتعرف انها اختفت بتقفل مع جاس وبتتصل براين تساله عنها لو راح عندها واخدها، لكنه بيقول لها ان هو كمان ما يعرفش عنها حاجه وانه كل اللي يعرفه انها خارجه مع جاس وامبر. وبيقلق من كلام والده كارا وبيكون عايز يبلغ الشرطه. وفي الوقت ده بنشوف الشخص اللي خطف كارا واللي بيقف بالعربيه في مكان فاضي وبينزل عشان يجيب الاساور اللي هيربط بيها ايدين كارا والكمامه اللي هيحطها على بقها وكمان الحبل اللي بيربط بيه رجلها، وبيكون مجهزهم في شنطه عربيته. وبتفكر كارا انها ممكن تستغل الفرصه دي وتهرب منه، لكن لما بتتخيل اللي هيحصل في دماغها بتتوقع انه ممكن يضرب عليها نار وهي بتجري ويقتلها ومحدش هيحس بيها لان المكان فاضي، فما بتتحركش من مكانها. وبعد شويه بيكمل طريقه وبياخدها للبيت. لما بيطلع شقته وبيفتح الصندوق وبيخرجها منه، وبيكون بيهددها بالمسدس اللي معاه علشان ما تصرخش او تعمل اي تصرف غريب. وبيقول لها انه هيفكها وهيشيل الكمامه اللي على بقها، وكمان بيفك الحبل من رجليها وبيحررها. وبيبدا يقول لها على قواعد اقامتها معاه انه هيفضل دايما مع المسدس عشان لو فكرت تهرب او تخالف اوامره. واول حاجه بيعملها انه بيسالها عن اسمها بالكامل وسنها واسم مامتها وباباها، وبيعرف منها انهم منفصلين وهي عايشه مع مامتها. وبيكتب كمان اسم صاحبتها جاس وكل حاجه عنها. وبيسالها لو كان عندها حبيب، فبتقول له على راين وانها مرتبطه بيه بقالها سنه تقريبا. وبتكون منهاره وبتعيط لانها لوحدها ومفتقداهم وبتتمنى ان اي حد يجي ينقذها منه. وفي الوقت ده بتكون ديبرا والده كارا وصلت لبيت جاس وبتتصل برون طليقها وبتقول له اللي حصل لبنتهم وانها مفقوده وان في شخص غريب خطفها، فبيقول لها انه هيجي لها حالا. وبتتصل ديبرا بالشرطه بعد ما بتكون خلاص اتاكدت ان بنتها مش عند باباها ولا عند صاحبها راين. وبيكون عدى ساعتين على اختفائها، وبيقول لها الضابط انه هياخد اقوال الجيران الاول قبل ما ياخد اي اجراء بالبحث عنها. وبيكون متوقع ان كارا هربت من نفسها ومحدش خطفها، فبتتعصب ديبرا وما بتكونش مقتنعه بكلامه وبتقول له انها مستحيل هتهرب من غير محفظتها ولا هدومها ولا حتى الجزمه بتاعتها، وان ده كلام مش مقنع. ده غير ان مفيش اي سبب يخلي بنت عندها 15 سنه تهرب لوحدها من غير ما حد يزعلها. فبيسيبهم الضابط وبيقول لها انه هينتظر فتره ويشوف اذا كانت هتتواصل معاهم ولا لا، انه هيقدم التقرير اللي معاه. ومن ناحيه تانية بتكون كارا موجوده مع الخاطف في شقته واللي بيجبرها تقعد تتكلم معاه بعد ما اعتدى عليها. وبتفكر كارا انها ممكن تهرب منه، لكن بتقرر الاول انها تجمع عنه معلومات بذكائها عشان الشرطه تقدر توصل له. ولما بتلاقيه بيسالها عن المدرسه بتاعتها بتقرر هي كمان تساله عن الجامعه اللي دخلها، فبيقول لها انه ما دخلش الجامعه وانه بعد المدرسه الثانوي قعد في البحريه 9 سنين لكنه سابها لانه ما خدش الترقيه اللي يستحقها. وبيطمنها وبيقول لها انه مش هيأذيها طالما ما خالفتش اوامره. وبعدها بيقوم يجيب حاجه وبيكون لسه المسدس في ايده. وبتفكر كارا انها تستغل الفرصه دي وتجري تفتح الباب وتهرب، لكن لما بتتخيل اللي ممكن يحصل في دماغها بتتوقع انه هيقتلها بالمسدس وهي بتجري، فبتأجل الهروب لفرصه احسن. وبيرجع الخاطف يقرب منها وبيديها سجاير عشان تشربها، فبتقول ان عمرها ما شربت سجاير قبل كده، فبيبدأ يعلمها. وبتلاحظ كارا انه عنده حيوانات وطيور في البلكونه بتاعته وبتساله عن عددهم وعن الحيوان المفضل ليه، فبيقول لها انه بيحب البغبغان الرمادي بما ان عنده من وقت طويل. وبتحاول انها تستدرجه في الكلام علشان تعرف عنه معلومات اكتر، وبتساله لو كان بيشتغل في بيع الحيوانات والطيور بما انه بيحبهم، فبيحكي لها بتلقائيه انه بيشتغل شغل ممل لضغطات الهواء. وبيقول لها على اسم المدينه اللي كان عايش فيها من وهو صغير، وهي اكتر مكان بيحب يسافر ليه ويقضي وقت فيه. لما بيحس انها بتحاول تجمع عنه معلومات بيقول لها انه هيسيبها ترجع لاهلها، لكن لما بيزهق منها بيعرفها انها لو فاكره تبلغ عنه هتكون هي
هي اكتر واحده اتاذت، لانها هتفضل البنت اللي تعرضت للاغتصاب ومحدش من اللي حواليها هينسى، وهتبقى وصمه عار في تاريخها هي واهلها. وبتكون ديبرا مامتها في الوقت ده بتتصل بكل قرايبهم ومعارفهم عشان تسال عنها، وما بيبقاش فيه غير جار واحد بس هو اللي شهد انه شاف عربيه سوداء وقفت قدام بيت جاس، لكن ما شافش مين اللي نزل منها. في نفس الوقت بيفضل في صوت جوه كارا بيشجعها على الهروب، وبتطلب من الخاطف انها تروح للحمام، واول ما بتدخل بتشوف شباك في الحمام وبتفكر انها تنط منه، لكنه بيروح وراها وبيقول لها تسيب الباب مفتوح، وبيفضل واقف مستنيها لحد ما تخرج عشان ما يديهاش اي فرصه للهروب. وبعدها بياخدها للمطبخ علشان تتعشى معاه، ولما بترفض تاكل بيعاقبها وبيخليها تكنس المطبخ. بتفضل كارا تبص وتركز حواليها وبتلاقي كروت للدكاتره اللي هو بيزورهم وبتحفظ اسمهم وارقامهم. على الجانب الثاني بيقرر ديبرا تروح لاسم الشرطه وتقابل المأمور، وبتحكي له اللي حصل الصبح وانها قلقانه على بنتها، لكنه بيقول لها نفس كلام الضابط وبيطلب منها ترجع بيتها وتستنى تليفون من بنتها، انهم مش هيقدروا يتحركوا غير اما يعدي وقت اطول. فبتمشي ديبرا وهي محبطه، وبنشوف كارا اللي بيدخلها الخاطف جوه الصندوق وبيحط الكمام على بقها، وبيطلب منها ما تعملش اي صوت لانه عاوز يعمل مكالمه. ولما بيقفل عليها بتحس انها بتتخنق ومش قادره تنفس وبتحاول تخرج، فبيقفل المكالمه وبيروح يخرجها وبيزعق لها لانه طلب منها ما تعملش اي صوت. وبياخدها بعدها وبيفتح الاخبار في التلفزيون عشان يشوف لو كان في حد بلغ عن اخفائها، لكن ما بيلاقيش اي حاجه. وبيقرر يذلها وبيقول لها ان مفيش اي حد مهتم بغيابها ولا بيحبها، وانها مش فارقه مع اهلها ولا اصحابها ولا حتى حبيبها. وبيقفل التلفزيون وبياخدها عشان تنام، وبيربط ايديها ورجلها في السرير عشان ما تفكرش تهرب بالليل وهم نايمين. الصبح بتصحى كارا من النوم وبتلاقي الخاطف نايم جنبها على السرير، بتفكر انها تفك نفسها وتهرب قبل ما يصحى، وبتحاول انها تفك الاساور ببقها وتنجح فعلا. وبعدها بتفك رجلها وايدها وبتقوم بالراحه من على السرير عشان ما يحسش بيها، وبتخرج من الاوضه وبتروح ناحيه باب الشقه وبتلاقيه قافله بقفل كبير، فبتشيله بسرعه جدا وبتفتح الباب وبتجري باقصى سرعه عليها لحد ما بتبعد عن البيت. وبتلاقي عربيه ماشيه في الطريق وبتشاور لهم وبتقول لهم انها كانت مخطوفه، وبتطلب منهم يودوها لاسم الشرطه، وكمان بتطلب منهم يحفظوا مكان الشقه كويس لانها ممكن ما تفتكروش. فبيوافقوا انها تركب معاهم وبيوصلوها لهناك، وبتدخل كارا الاسم وبتقابل الضابط وبتحكي له اللي حصل لها بالظبط امبارح، وبتوصف له الراجل اللي خطفها وبيسالها ازاي هربت، فيحكي له كل حاجه. وبيعرف ان في بلاغ اخفاء معمول من مامتها من امبارح، وبتتصل بمامتها اللي بتكون قاعده بتعيط وقلقانه على بنتها، واول ما بتسمع صوتها بتطمن وبتقول لها انها هتجيلها فورا لاسم الشرطه. اما الضابط فبيستجوب الناس اللي وصلوا كارا قبل ما يمشوا، وبيسالهم عن المكان اللي لقيوها فيه، لكنهم ما بيكونوش متذكرين رقم الشقه او العماره بالظبط، لكن بيقولوا على اسم المكان والشارع. بيكونوا عايزين يمشوا لانهم متاخرين على شغلهم، فبيرجعوا يسالوا ديبرا لو هياخدوها لهناك هتقدر تفتكر رقم الشقه بالظبط ولا لا. بتقول لهم انها ممكن ما تفتكرش، وبتطلب منهم يسالوا الناس اللي جابوها، فبيقول لها الضابط ان هم كانوا مش فاكرين، وبيقرر ياخدها معاه لهناك. ولما بيروحوا بيسالوا واحد من الجيران عن مواصفات الخاطف، فبيقول لهم ان المجمع السكني كبير وهو اكيد مش هيعرف كل الناس، وبيفقدوا الامل وبيكونوا هيمشوا، لكن بتقطعهم كارا وبتوصف للراجل شقه الخاطف بالظبط، وحتى شكل الستاير بتاعته وانواع الحيوانات اللي مربيها في البلكونه. وبتقول له ان مراته ست شقره وشعرها طويل، وده لانها شافت صورته معاها. وساعتها بيعرف الراجل رقم الشقه وبيدلهم عليها، فبتروح القوات عشان تقتحمها، وبياخد واحد من الضباط كارا وبيرجعها للاسم. في الوقت ده بتكون ديبرا وصلت هناك وبتشوف كارا وبتحضنها وبتعيط، وتيجي محققه وبتقول لها انها هتوري لها صور ناس مشتبه فيهم، تطلب منها تركز كويس. وبتقدر كارا انها تتعرف على صوره ريتشارد الخاطف من وسطهم، وبتعرف ان اسمه ريتشارد من صاحب الشقه اللي هو كان مأجر منه. وفي نفس الوقت بتقتحم القوات الشقه وما بيلاقوش هناك لانه هرب، لكن بيتاكدوا ان دي نفس الشقه اللي كارا وصفتها ليهم. بيطلعوا اوامر بالبحث عنه في الولايه لما يبعد. وتقعد كارا مع المحققه تقول لها كل المعلومات اللي عرفتها عنه علشان تساعدهم يلاقوه بسرعه، وانه كان في البحريه وسابها من سنتين تقريبا، وعن الحيوانات اللي عنده وكمان شغله الحالي وارقام واسماء الدكاتره اللي بيزورهم. واخيرا بتقول لهم انها شافت صندوق ضخم مخبيه جنب البلكونه وقافله كويس لانه اكيد في حاجات مهمه هتوصلهم ليه. وبتكون مامتها بتبص لها وهي منبهره بذكائها وقوه ملاحظتها. وبيروح الشرطه الشقه مره ثانيه وبيدوروا على الصندوق اللي وصفته كارا، وبيلاقوه مقفول بالقفل، فبيكسروه وبيفتحوه وبيتفاجئوا بانه جواه هدوم كل البنات اللي كان بيخطفهم قبل كده ويقتلهم. وكمان بيلاقوا جرايد فيها اخبار لبنات صغيرين اتخطفوا ومحدش لاقيهم، والقضايا بتاعتهم اتحفظت لان الشرطه اعتبرتهم هم اللي هربوا من اهلهم. وبيعرفوا انها مش اول مره يخطف بنت او تعتبر ان هو قاتل متسلسل ومجرم. وبيقرر الضابط يتواصل مع كل اقسام الشرطه اللي في الولايات المتحده الثانيه علشان يفتح تاني قضايا البنات اللي اختفوا، وقضاياهم اتحفظت. وانتشر القضيه وبيوزع صور الخاطف ريتشارد في كل الشوارع، وبتدخل المباحث الفيدراليه للاشراف على التحقيقات. وبنشوف كارا اللي بتتعرض للكشف الطبي الشرعي عشان يتاكدوا من الاعتداء اللي حصل لها، وده بيكون صعب جدا على طفله في سنها. وبعدها بتاخدها مامتها وبتمشي، وبتروح تقابل جاس ورايان، وبتعتذر لها جاس انها سابتها لوحدها، فبتقول لها كارا ان مالهاش ذنب، وبترجع كارا لبيتها. لكن الشرطه بتسيب لها حراسه حوالين البيت خوفا عليها لان ريتشارد لسه ما اتقبضش عليه وممكن يرجع ويأذيها، وده بيضايق كارا جدا لانها بتتمنى انه يتقبض عليه بسرعه عشان تاخد حقها وتنتقم منه. ده غير انها ما بتكونش واخده حيطه بيتها وسط الحراسه، وكل ما تيجي تخرج مامتها تمنعها من خوفها عليها. ومن ناحيه ثانيه بتستدعي الشرطه والده ريتشارد ومراته اشلي عشان يستجوبوا
بيراقبوهم وكمان بيفتشوا بيوتهم وبيعرفوا انه ما راحش هناك. وبتكون اشلي مش مصدقه وفاكره انه سوء تفاهم، وبتقول لهم ان ريتشارد بيحبها جدا وهي كان بتحبه وانه شخص كويس ومستحيل يخطف بنت او يعتدي عليه. وفجاه بيلاقوا اخته ستيفاني جايه لاسم الشرطه وبتعترف لهم انه كلمها امبارح وقال لها انه موجود في فندق، وبتقول لهم على اسمه، وبتقول لهم ان دي مش اول مره يخطف طفله وانه عمل كده كتير قبل كده. فبيروحوا الفندق علشان يقبضوا عليه لكنه بيبقى هارب قبل ما يوصلوا بوقت قليل. وبيروح رئيس المباحث برايس يتكلم مع كارا عشان يطمنها لانها بتكون مصدومه بعد ما عرفت ان ريتشارد قتل بنات قبلها وكان هيقتلها هي كمان زيهم لولا ذكائها وشجاعتها وانها قدرت تهرب منه. بيكون فخور بيها جدا وبيقول لها انها بطله لان لولاها ما كانوش هيقدروا يعرفوا يوصلوا، وبيشكرها على مساعدتها ليهم وبيوعدها ان هم قريب جدا هيقبضوا عليه ويتعاقب. كمان الشرطه في عمليه البحث عنه وبيعرفوا انه رايح لاخته ثانيه باميلا واللي بيكون في مقاطعه بعيده، فبيراقبوا المكان كويس وبيستنوا لحد ما يظهر. واول ما بيشوفهم ريتشارد بيهرب منهم وبيجري كانهم بيطاردوه من كل النواحي وبيجروا وراه لحد ما بيوقفوه ويحاصروه. لما بيلاقي انه مش هيقدر يهرب بيخرج سلاحه وبيقتل نفسه عشان يتهرب من المحاكمه. وفي نفس الوقت بتتخانق كارا مع مامتها عشان تخرج من البيت وتروح تتفرج على رايان حبيبها وهو بيلعب الماتش بتاعه، وبتحاول مامتها انها تمنعها من خوفها عليها لكنها ما بتقدرش تروح كارا مع جاس لرايان، وبتكون قاعده تتفرج عليه ومبسوطه جدا. وتاني يوم بتصحى كارا من النوم وبتلاقي مامتها بتحضر الفطار وفرحانه وبتقول لها ان ريتشارد الخاطف انتحر وانها خلاص دلوقتي بقت في امان وتقدر تخرج براحتها. وتكون كارا مصدومه وخانق مع مامتها لانها ما قالتلهاش من امبارح لانها كانت احق واحده تعرف. تقول لها ديبرا انها شافتها راجعه مبسوطه وما حبتش تفتح الموضوع غير تاني يوم. فبتخرج كارا تقعد لوحدها وبيجي برايس رئيس المباحث يتكلم معاها وبيعتذر لها انه كسر الثقه اللي بينهم انها كان لازم يبلغها بكل التفاصيل من امبارح. فبتقول اللي مزعلها اكتر انها كانت نفسها تشوف الخاطف وهو مذلول قدامها في المحاكمه ويتسجن لحد ما يموت والناس كلها تعرف انه يستحق يتعاقب على اللي عمله. فبيقول لها برايس انها بطله وكفايه ان كل اللي حواليها يقولون بيها وبتصرفاتها وانها انقذت بنات ثانيه كتير كان ممكن يكون مصيرهم الموت. وبيقول لها انه شايف انها تكون محققه شرطه هايله بسبب ذكائها وشطارتها. فبتضحك كارا وبتفضل تتكلم مع مامتها وبتعتذر لها على طريقتها معاها وبتطلب منهم انهم ينسوا كل اللي فات وكانه ما حصلش. وان الاهم انها قدرت تنجو وما صارتهاش حاجه. وبنعرف انها لما كبرت كارا بقت محققه شرطه متخصصه